مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإريترية، والبدء كالعادة بأبرز العناوين. ورود برقيات التهاني بذكرى الاستقلال. الإريتريون في دول المهجر يحتفلون بذكرى الاستقلال 30. إصابة 22 مواطن بفيروس كورونا اليوم. السلطات النيجيرية ترجح معطل 150 شخصا جراء غرق مركب متهالك. محادثات أمريكية صينية سعيا لإصلاح تدهور العلاقات التجارية. والصين تبدأ محاكمة أسترالي موقوف منذ سنتين بتهمة التجسس. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث رئيس الكاميرون بول بيا وملك أسبانيا فيليب السادس ورئيس وزراء موريشيوس براديف كومار ورئيس المالديف إبراهيم محمد الصوليج ورئيس اليونان كاترينا سيليكاليرا بولوس ورئيس كوريا الجنوبية مون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش ببرقيات تهنئة للشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 30 للاستقلال. وأكد الزعماء على العمل لتعزيز علاقات بلدانهم مع إريتريا. وأكد رئيس موريشيوس برافيت كومار الاستعداد للدفع بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين من أجل المصلحة المشتركة للشعبين، موضحا الرغبة للعمل المشترك في القضايا التي تهم البلدين. من جانبه أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أهمية مساهمة كل الدولتين لحسن الأوضاع العالمية التي تخيم عليها التحديات في هذه الآونة، وشدد على أهمية الدور الإريتري لتقوية الأمم المتحدة وبناء مستقبل أفضل والسلم العالمي. احتفل الإريتريون المقيمون في السويد وقطر وأنغولا وزيمبابوي بحفاوة كبيرة بعيد الاستقلال تحت شعار مستعدون دوما لكل الاحتمالات. وشرح القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد يوناس منا في الاحتفال الذي جرى في مدينة ستوكهولم السويدية عن نضالات الاستقلال والدفاع عن السيادة وتضحيات الجسام المقدمة، مشيرا إلى أن ذكرى الاستقلال هذه السنة تأتي في مرحلة مبشرة نتيجة التطورات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي. وقال أن المرحلة تتطلب الوقوف أمام الجبهات في جميع مواقع النضال لأن عزة الوطن أولى الأولويات. وشهد رئيس لجنة الاحتفالات السيد ألم تخل قرقيش بروح النضال القوية التي أبداها الشعب الإريتري. وشهد الاحتفال مناشط ثقافية وفنية وكرنفال سيارات تحمل الأعلام الإريترية في الشوارع الرئيسية. وقد تم الاحتفال بعيد الاستقلال في مختلف المدن السويدية والدول الإسكندنافية. واحتفل الإريتريون المقيمون في قطر يوم 26 من مايو بعيد الاستقلال في الدوحة العاصمة. وقال السفير علي إبراهيم في الاحتفال الذي جرى بعدد محدود بسبب وباء كورونا أن 30 سنة هي ثمرة النضال وانتصار التصدي، مهنئا الشعب الإريتري وقوات دفاعه الباسلة. وأوضح رئيس الجالية الإريترية السيد حسين محمد صالح أن الشعار مستعدون دوما لكل الاحتمالات يوضح المرحلة الماضية ويؤشر للمستقبل، وأنه لا يوجد خيار سوى تقوية التنظيم والنضال والتصدي بوعي عالي نظرا لتطورات المنطقة. واحتفل الإريتريون في أنغولا وزيمبابوي بعيد الاستقلال بعكس وحدتهم وقيم مجتمعهم. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 27 من مايو في مراكز العزل بإقليمي الأوسط وعنسبة أظهرت إصابة 22 مواطن بفيروس كورونا، وظهر 16 إصابة في أسمرة بالإقليم الأوسط و6 في كرم بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 39 مريض كورونا، 26 من إقليم شمال البحر الأحمر و7 من إقليم عنسبة و3 من الإقليم الأوسط و3 من إقليم جنوب البحر الأحمر. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 4010
شفي منهم 3811 وتوفي 14 مريض كورونا، فيما لا يزال 185 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 27 من مايو 2021. أعلنت وزارة الصحة أن الاستثمار الذي قامت به مانحة الأولوية لتنمية القدرات البشرية حققت نجاحا كبيرا. وأوضح المدير العام لقسم السياسات والتخطيط وتنمية القدرات البشرية في الوزارة الدكتور برهان الدبرو في مقابلة مع إرنا بمناسبة الذكرى الثلاثين للاستقلال، أوضح بأن المؤسسات الصحية كانت بداية الاستقلال في مستوى متدني في البنى التحتية والقدرات البشرية والمعدات والانتشار، وقد نجحت الجهود الأولوية لتطويرها. وذكر أن الجهود المبذولة في السنوات 30 الماضية مكنت حصول 80% من الشعب على الخدمات الصحية في دائرة 10 كيلومترات. وأشار إلى أن عدد الأطباء ازدادت ب100 إلى 291 من عام 1977 وحتى 2020، وأطباء الأسنان من 6 إلى 59، والممرضين من 665 إلى 2474، ومساعدي التمريض من 1220 إلى 2918، وأن فني العلاج الطبيعي من 0 إلى 1400. وذكر بأن عدد الصيادلة وفني الصيادلة ارتفع من 97 إلى 486، وعدد خبراء التحاليل الطبية من 99 إلى 517، وفني الأشعة السينية من 28 إلى 132، موضحا بأن عدد الأطباء الإحصائيين الذين لم يتجاوز 5 عام 1991 وصل حاليا إلى 74، نمو بنسبة 1780%. وأضاف الدكتور برهاني الدبرو المدير العام لقسم السياسات والتخطيط وتنمية القدرات البشرية في وزارة الصحة بشأن المقارنة بمهنية الصحة والخدمة التي يقدمونها للأعداد الشعبية، أن الطبيب الواحد كان يقدم الخدمة ل37 ألف شخص عام 1991، وفي عام 2020 يقدم الطبيب الواحد الخدمة لعدد 12543 شخص، والممرض كان يقدم الخدمة ل9500 شخص، في حين يقدم حاليا الخدمة ل2476 شخص. وقال الدكتور برهاني أن وزارة الصحة تعمل بوضع برنامج لرفع عدد الأطباء والممرضين لكافة التخصصات بنسبة 57%، بموجب البرنامج الموضوع من منظمة الصحة العالمية لخدمة 44.5 مهنيي صحة ل10,000 شخص، وعلى الأقل خدمة 21 طبيب وممرض ل10,000 شخص لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. أوضح مكتب خدمات المياه في الإقليم الجنوبي إرساء مشاريع المياه في أكثر من 600 قرية في الإقليم في سنوات الاستقلال بهدف توفير المياه. وأوضح مسؤول المكتب السيد كبرون مسقانا وجود 56 مضخة تعمل بالدفع اليدوي في الإقليم بداية الاستقلال، وقد أرسلت بعد الاستقلال مشاريع المياه في 643 قرية تعمل بمحركات الضخ والطاقة الشمسية والدفع اليدوي والتيار الكهربائي، ليحصل 79% من سكان الإقليم على المياه الصالحة. وأشار إلى أن خزانات تجمع المياه المشيدة في مختلف مناطق الإقليم تسهم لتنمية المياه الجوفية وضمان توفر المياه، وتحصل 77% من مدن الإقليم على المياه بالأنابيب، و23% بشاحنات الصهاريج. ويقطن الإقليم الجنوبي حوالي 800 ألف نسمة من 1018 قرية ب12 مديرية. ذكرت مسؤولة مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية تسنية السيدة مآزة محراي أن جهود بذلت لتمكين المرأة وتحسين حياتها المعيشية بالدعم والتدريب.
وأوضحت تقديم الأراضي الزراعية ل 140 امرأة في مشروع تسني على قدر الزرعي، وتنشط 30 امرأة في سد فانقو لصيد الأسماك بعد تدريبهن في الصيد، وتدريب عدد كبير من النسوة في الغزل والأشغال اليدوية. وأشارت إلى برامج تأهيل الأسر الراعية ماليا وعينيا ضمن برنامج تأهيل أسر الشهداء، موضحة السيطرة على العادات المتخلفة خاصة ختان الإناث وزواج القاصرات. وقالت إن مشاركة الطالبات بلغت 44%، ورفع مستوى تنافسهن، ويقدم الاتحاد الدعم لتشجيعهن. وذكرت أن المبنى الحديث المشيد بفرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في سويسرا يسهم لفعالية أنشطة الاتحاد. وأفادت العضوات أن الدعم للعمل في المجال الزراعي ساعد لتحسين معيشتهن. استشهدت يوم 19 من مايو عضوة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية المناضلة ترحس الدباس عن عمر بلغ 63 عاما جراء مرض ألم بها. التحقت المناضلة ترحس في صفوف قوات التحرير الشعبية عام 1974، وخدمت في فترة الكفاح المسلح في الجهاز الطبي والقوات المقاتلة، وبعد الاستقلال في جمعية الإغاثة الإريترية ومفوضية الإغاثة واللاجئين ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية. والمناضلة ترحس الدباس أم ل3 أبناء، وقد وري جثمانها الثرى في مقبرة الشهداء بأسمرة عصر 21 من مايو. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضلة ترحس دباس، وتقدم تعازيها الحارة لأسرتها ورفاقها المناضلين وزملاء العمل. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم إلى الأنباء العالمية. رجحت السلطات النيجيرية مصر أكثر من 150 شخصا اعتبرتهم في عدد المفقودين إثر غرق مركب متهالك كان محملا بأكثر من طاقة القصوى في نهر النيجر في شمال غرب البلاد، إذ كان على متنه 180 راكبا. وكان المركب المنكوب انطلق من بلدة لوكون مينا بولاية نيجيريا بالوسط متوجها إلى مدينة وارا بولاية كيبي عندما تصدع هيكله وغرق. وقال يوسف بيرما المسؤول المحلي عن الطرق النهرية للصحفيين إن القدرة الاستيعابية للمركب كانت أقل بكثير من الركاب 180 الذين كانوا على متنه. وأضاف أنه تم العثور على 20 شخصا فقط على قيد الحياة، وهناك 4 لقوا مصرعهم و156 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين. وفي وقت سابق من هذا الشهر قضى 30 شخصا في حادث غرق بولاية النيجر. وخلال موسم الأمطار تصبح حوادث الغرق شائعة، حيث غالبا ما تكون القوارب متهالكة ومحملة بأكثر من طاقتها. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن مسؤولين كبيرين من الصين والولايات المتحدة مكلفين بالملف التجاري بين البلدين أجريا محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقالت الوزارة في بيان إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي أجرى مع ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي محادثة هاتفية صريحة، مؤشرة إلى أن المباحثات بينهما كانت بناءة وجرت في جو من المساواة والاحترام المتبادل. وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وطغى عليها نزاع تجاري دار بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وفي يناير 2020 وقع البلدان اتفاقا تجاريا لإنهاء حربهما التجارية التي استمرت 2 سنين، وقد تضمن الاتفاق أحكاما تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل التكنولوجيا، وهي متطلبات رئيسية للولايات المتحدة. لكن إدارة بايدن الجديدة أعلنت في أبريل أنها بصدد تقديم الوعود التي قطعتها الصين بموجب هذا الاتفاق لتبيان مدى التزامها.
تبدأ في بكين محاكمة الكاتب الأسترالي الصيني الأصلي يانغ جون بتهمة التجسس، وذلك بعد مضي أكثر من 2 على اعتقاله في الصين في محاكمة تنطلق في أجواء من التوتر المتصاعد بين البلدين. وتجري جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة جريا على العادة المتبعة في الصين في كل القضايا المتعلقة بتهم التجسس. ويانغ جون هو أحد الأستراليين تحتجزهما الصين بتهمة التجسس في ظل تدهور العلاقات بين بكين وكامبيرا. مشاهدينا، قبل ختام النشرة إليكم أهم ما جاء فيها. ورود برقيات التهاني بذكرى الاستقلال. الإريتريون في دول المهجر يحتفلون بذكرى الاستقلال. إصابة 22 مواطن بفيروس كورونا اليوم. السلطات النيجيرية ترجح معطل 150 شخصا جراء غرق مركب متهالك. محادثات أمريكية صينية سعيا لإصلاح تدهور العلاقات التجارية. والصين تبدأ محاكمة أسترالي موقوف منذ 2 بتهمة التجسس.